السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبتدي كلامنا بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، وادعوا لوالدي بالرحمة والمغفرة وأموات المسلمين أجمعين. الحمد لله ريبيرو مشي مع السلامة. أنا بس ليا سؤال واحد في اللجنة اللي اختارت ريبيرو عشان يقود النادي الأهلي في كأس العالم. هل أنت شفت السي في بتاعه أو شفت طريقة لعبه مع الفرق اللي قبل كده؟ يا راجل أنت عارف فرقة جنوب أفريقيا جابته إزاي؟ أحد الإخوة الصحفيين لما كان بيكلمني حد عزيز عليا قوي، قال لي يا باشا انت عارف ريبيرو ده جابوه في جنوب افريقيا ازاي؟ عن طريق لينكد ان اللي هو موقع الشغل. والعبره على الراوي اللي قال لي المعلومه دي. انا مش في كده، انا في كمان في كابتن شوبير. يا جماعه المفروض نديله فرصته، انا اديله فرصته لغايه لما ينزل لي الاهلي يلعب تصفيات الهبوط. في ايه يا كابتن شوبير؟ ولو عشان كان بيلاعب ابنك ده، ابنك لبسنا جون في ماتش مودرن زي العسل من البيلد اب بتاع ايه؟ هبني من تحت. هو الفحت لا تقع تحت يا كابتن. يا كابتن ده انت في، معلش مع احترامي، في ناس بتدير النادي الاهلي بعقليه السبعينات والثمانينات والتسعينات. مع احترامي لجنه التعاقدات والناس اللي هي اللي بتجي وتخطط والكلام ده. كباتن، مع احترامي الكابتن مختار، كابتن زكريا، كابتن محسن صالح، ارجوكوا يا جماعه انتوا مش قد الشيله، بعد اذنكم توكلوا على الله. هاتوا ناس تقدر تدير الدنيا. اخواتي الزملكاويه، مبروك عليكم دجله. عشان ما تبقاش تشمت، اصبر يا عم اما ماتشك يعدي وبقى تعالى اشمت فيا. ما تلبسش على طول، ده انت كانك بتساعدني والله، الله يبارك لك والله. طبعا في تصريح طبعا يوريتشيتش قال لك تسيبوا المدرب ده. صدق اللي قال اللي يلاقي عبيط وما يستعبطوش يلا، او اللي يلاقي دلع ما يتدلعش. انا الاقي مدرب لقطه لو قابلته تاني او خدت منه 3 بونت زي ده. طبعا مدرب لقيه، مدرب جامد بالنسبه لي. ده انت حلو. اتمنى ان اداره النادي الاهلي يبقى عندها دلوقتي حنكه في اختيار المدرب اللي عندك اللي جاي. ما تجيبليش اي مدرب والسلام. انا عارف ان كابتن عماد النحاس هو اللي هيبقى المدرب دلوقتي. انت عندك اختيارات دلوقتي، كابتن حسام البدري، عندك فايلر ورياض رضا لان هو بيدرب فرقه فيها بتلعب بيوروبا او كونفرنس ليج. عندك موسيماني اللي هو لساننا دلدل يا جدعان، وبنقول موسيماني علشان ده مدرب ثعلب هيفيدك في افريقيا، اللي انت لازم خلال الثلاث بطولات اللي جايه في افريقيا تاخد واحده منهم عشان تشارك كاس عالم انديه. بيراميدز شارك، الانديه بتعمل تعاقدات. انا مش بحقر من تجربه الزمالك يا جماعه. انا مش من الناس اللي هتقعد تتريق جابوا بقى صفقات بوم طخ وهكس ويخ والمدرب العيان. لا يا ابني، هتطلع تقول كلمة حق، او انت بتاع محتوى هتقول كلمة حق على الاهلي الزمالك بيراميدز. انا اهلاوي هقولها كده يا جدعان. يا جماعة يا جماعة، بعد اذن ادارة النادي الاهلي هاتوا لنا مدرب صح موسيماني. تعالى بقى نكمل بقى. انت ماتش بيراميدز، انت ولا مؤاخذة، هل انت حسيت عملت كورة؟ هل انا كاهلاوي هقبل ان النادي الاهلي يتلعب عليه هاي بريسنج؟ يا راجل ده بيراميدز كان بيروح عليك بسبعة وثمانية، وانا قلتها في الفيديو اللي هو ساعة يوم الماتش. انت عارف يعني ايه الاهلي بيتلعب عليه تحولات؟ يعني ايه ان الكارت اللي هو البلاي ميكر هو اللي بيلعب عليك؟ وديانج، انت بايع ديانج، سايب ديانج لوحده ومخلي بقى الاثنين. يعني انا والله انا قعدت مثلا، انا اخويا ماجد عباس قاعد يقول لي ايه يا عم زين، ايه ده، هو الاهلي بيلعب بقاله قد ايه كده؟ ايه المنظر الوحش ده؟ قلت له يا ابني احنا بقالنا 4 مطوشه، ده غير كاس العالم للانديه. قال لي يمكن على الاقل مثلا كاس العالم للانديه كان الراجل بيتعرف عليهم وبتاع. هو يا عم خطيبته، هو بيتعرف زي كابتن شوبير، اصل الافكار واللعيبه بتتعرف عليه. هو يا عم خطيبتي هاخدها في رؤيه يا من اراد المتعه فليتزوج يا عم. ده جمهور النادي الاهلي يا باشا. النادي الاهلي ممنوع ان انت، هي كده في قانون النادي الاهلي عودنا ان انت المركز الثاني بالنسبه لك خساره. انا ما ينفعش انزل اخسر ماتش، حتى لو بلعب بطوله بيلي ولا بينج لازم الاهلي يكسب. يا عم هو كله بتاع ربنا وتوفيق من عند ربنا. ارجوكوا يا جدعان، يعني بعد اذن لجنه التخطيط دي هاتوا لنا حد كويس في التعاقدات، في اختيار المدرب، التخطيط. انا كده كده عندي التسويق بتاعي، انا اسمي خلاص عرفت اسوقه بتاع النادي الاهلي بره والكلام ده، وزاد تسويقيا بعد ماتش انتر ميامي لما لعبت ميسي وفي كاس العالم. مش هنضحك على بعض بقى. تعالوا بقى لو هنتكلم بجد، انا ما اجيش ولا مؤاخذه احقق نقطتين في كاس عالم انديه بالنادي الاهلي بالسكواد ده؟ في لعيبه لازم تمشي زي تريزيجيه ده، تغوره في 60 سلامه. اللعيب اللي ما يلعبش ولا يخاف على التيشيرت بتاع الاهلي قول له يا باشا مع السلامه، غوره في 60 سلامه.
اتمنى ان الاداره تسمعنا، اتمنى. خير، ربنا يكرمنا ويكرمكم يا جماعه، والحمد لله، ونشوفكم في فيديو تاني باذن الله. سلام عليكم.